يا أخي شوف سبحان الله، أنفنتينو كتب تويتة بيقول لجمهور الأهلي: "لقد أمتعتمونا ومش قادر أستنى إلّا أمّا أشوفكم المَرّة الجاية." شوف يا أخي في مصر بيقولوا علينا السوقة والعوام وجمهور البيب بيب وأكتر جمهور ما بيفهمش كورة، وبيطلع رضا عبد العال وبيطلع بيتم التلميح ده إعلاميًا، يعني أنا مرّة سمعت الخضري بيقول: "أصل جمهور الأهلي أكتر، بس لمّا تيجي تسأل حد في الكورة ما بيفهموش في الكورة." وإن إنما جمهور الزمالك كلّه بيفهم في الكورة، واللي يقول لك جمهور الأهلي ما يعرفش الكورة مربعة والّا مثلثة. يا أخي كرم ربنا بييجي من برّه، كرم ربنا بييجي من برّه عشان يثبت لك أنت شخصيًا القيمة التسويقية للنادي الأهلي. هو طبعًا أنفنتينو مش عاشقنا في الضلمة، لكن الراجل شاف إن جمهور الأهلي إزاي أنقذ شكل البطولة في ماتش الافتتاح، إزاي جمهور الأهلي أكتر جمهور حضر لناديه تقريبًا بعد ريال مدريد والأندية الكبيرة في أوروبا. فأنت بتتكلم على قيمة تسويقية جبارة، في مصر بيتم محاربتك، بيتم التقليل منك، بيتم تشويهك، وإيه رغم إن اللي بيحصل جوّه مصر بيتم الركوب على شعبيتك عشان يكسبوا هم من الإعلانات، مش هاقول مين بقى. وفي نفس الوقت هم عشان بيعملوا توازن سايبينها مفتوحة عشان يبان إن في قطبين بيتصارعوا. لا يا جماعة، لا يا جماعة. واللي ملاحظ كمان سلوك القناة الناقلة للمباريات حصريًا في مصر بدأ يتغيّر، حتى اللي جوّه بعد ما كانوا بيلقّحوا وبيقطّعوا في الأهلي، بدأ دلوقتي عشان بعد ما شافوا الMBC قال لك: "لا يا عم، إحنا خسرانين جمهور كتير، إحنا خسرانين جمهور كتير." لإن في الآخر ده المَام يا باشا، ده المَام. ده فلان الفلاني اللي كان عنده منتج اللي هو باظظ خالص، اللي هو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لمّا حَط صورة لعيب من عنده في نادي الزمالك بدون ذكر أسماء، كان زيزو يعني، على المنتج ده، المنتج اتضرب، المنتج اتضرب ومبيعاته قلّت. أنا شخصيًا ما بقيتش أشتريه لمّا كنت بانزل مصر، مع إن هو منتج محبوب وكويس، والراجل على طول شال الصورة. ليه دايمًا رجال الأعمال الزملكاوية ال بي بي ما بيحبّوش يدعّموا الزمالك ماديًا في العلن؟ عشان بيخاف على شغله. مش عارف ليه بيخاف على شغله؟ هاشرحها لك، هاشرحها لك. لإن جمهور الأهلي اللي هو الشعب المصري من الآخر يعني، مش هيدعّم المنتج ده. عارف ليه مش هيدعّمه؟ عشان أنت ليل نهار عمّال تشتمني، والحاجة الوحيدة اللي فاضلة لي اللي هي بتعدل لي مزاجي، أنت كمان عايز تشوّهها لي. يا ابني أنت قاعد على المكتب ومعاكم ملايين وبتطلعوا في التلفزيون، يا كابتن ميدو، يا كابتن خالد، ويا كابتن رضا، يا أستاذ إسلام صادق. معاكم فلوس على قلبكم قد كده، أو بسم الله ما شاء الله مستورين. ما تجيش تعكننوا بقى على الناس اللي قاعدة وطالعة بوز أهلها ليل نهار، والحاجة اللي بتفرّحهم كمان عايز تشوّهها وعايز تقلل منها. التويتة بتاعة أنفنتينو دي في الجون، ويتعمل عنها حكايات وتتحط في كتب ومجلدات، والأهلي تسويقيًا رايح في حتة تانية. واللي أنا باسمعه إن شركة الكورة كمان حاطة خطة ال3 سنين الجايين، أتمنى إن هي تمشي صح، لإن أنا متأكد إن هم هيحاولوا يعطّلوا الأهلي في مصر، مش كرهًا في الأهلي ولا عايزين يرضوا الشعب، الناس اللي فوق يعني، ولكن علشان تفضل اللعبة والقصة زي ما هي، أهلي وزمالك، وزمالك وأهلي. عارف أنت المذيع اللي يطلع يقول لك إيه؟ والنهارده ماتش الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، يا عيني بييجي لهم هِسْ. يا جماعة ما تدّوا كل واحد حقه على قد قدره، ادّوا كل واحد حقه على قد قدره. عاش النادي الأهلي وعاش جمهور الأهلي. أنا كنت من ضمن الجمهور اللي حضر ماتش الماتش الأخير بتاع بورتو، والحقيقة كانت ملحمة. وزي ما قُلت الموضوع بالنسبة للمصريين في الخارج مختلف، بس دول مش في الخارج، دول في الخارج أوي، دول في آخر المجرة. دي ناس كانت جاية من كندا وناس جاية من المكسيك، وكان في جاليات عربية معانا. تشوف شعبية الأهلي وأعلام فلسطين والفلسطينيين. يا جماعة الفلسطينيين بيعشقوا حاجة اسمها الأهلي، بيعشقوا حاجة اسمها الأهلي. ولو مش مصدقني يعني روح وسط الجاليات العربية، الجاليات السورية، اللبنانية، الأردنية، وهتلاقي وسطهم الفلسطينيين، واسألهم كده في الكورة: بتحب مين النادي المفضل عندك عربيًا؟ ما تقولش اسم البلد، هيقول لك النادي الأهلي المصري، النادي الأهلي المصري. إحنا يالا اللي ما بنفهمش في الكورة يالا، روح يا ابني شوف رئيس الفيفا بيقول إيه. خليكم بقى أنتم قاعدين في مصر، إحنا أكتر ناس بنفهم في الكورة. أحمد راتب وهو قاعد ويعني أقول لك إيه، يا معفن.